السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي في الله، يا رب تكونوا بخير ومتجمعين دايما على خير. معايا النهارده تشكيلة منتخب مصر واخر اخبار المنتخب، يلا بينا. الشناوي في حراسة المرمى، 4 خط دفاع: رامي ربيعة، محمد هاني، محمد حمدي، وحمدي فتحي. خط الوسط: تريزيجيه، مروان عطية، قدامهم 3: محمد صلاح، عمر مرموش، احمد السيد زيزو. وفي الهجوم مصطفى محمد، لكن مصطفى محمد المباراة الأخيرة تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، والإشاعة هي اللي هتحدد موقف اللاعب. الإصابة الثانية رامي ربيعة، وهو شد خفيف في العضلة الخلفية، وكده اللاعب هيخضع للكشف الطبي لتحديد موقف اللاعب. لكن الكابتن حسام حسن قال إن هي إصابة بسيطة وما تمنعهوش من المشاركة في المباراة القادمة. بالنسبة لمشكلة أحمد حجازي، وهي باختصار كده، الكابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي قال إن أنا بلاعب حمدي فتحي مكان أحمد حجازي عشان حمدي فتحي عنده القدرة على بناء الهجمات، ومن حق أحمد حجازي الغضب بسبب عدم المشاركة، وأنا مش بقلل منه وهو كابتن منتخب مصر. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبك الفيديو دوس لايك ودوس اشتراك لمتابعة كل جديد.